السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة ياسين الداخلة، هذه القناة ديالي الجديدة. التخصص في مجال العقار بمدينة الداخلة والنواحي. اليوم يعني من بعد تلقيت الكثير من الاتصالات من الإخوان على حساب بيعرفوا الأثمنة الحالية ديال بيكا كارون السعدة جوج. احنا كلنا لاحظنا يعني بعد الاعتراف التاريخي ديال دولة إسرائيل على السيادة المغربية، لاحظنا يعني استقطاب المدينة لمجموعة من المستثمرين. كيف ما شفتوا يعني تبارك الله وفود يعني كتجي نهار على نهار. يعني بالنسبة للأثمنة غادية في تزايد، وإن شاء الله اليوم يعني درت واحد الجدول باش نوصل واحد الفكرة على الأثمنة الحالية اللي كاينة اليوم بالضبط في الساعة جوج، يعني بين المساحات ديال 120 متر والمساحات ديال 310. نبداو على بركة الله. بالنسبة للسكني 120 متر كيبدا الثمن من 30,000 درهم، يعني بين 30,000 درهم و 35,000 درهم. الشقق السكنية 10 على 10 الثمن ديالها 45,000 درهم. بالنسبة ل20 على 15 تجارية كيبدا الثمن ديالها من 60,000 درهم. هذه بالنسبة للشقق 20 على 10. بالنسبة ل 20 على 20 الثمن ديالها 70,000 درهم. وكذلك عندنا الشقق 30 على 20 75,000 درهم. الشارع 20 فاص واحد تجاري 50,000 درهم. بالنسبة للمساحات ديال 310 كنبداو من الفاص في الشارع 20 يعني 65,000 درهم، الفاص في الشارع 30 70,000 درهم، الفاص في الشارع 40 هادو كلهم نفس المساحة 310 75,000 درهم. وعندنا كذلك الشارع 50 10 المليون، هادو كلهم نفس المساحة. بالنسبة للشقق التجارية تاهما نفس المساحة، كاينة يعني 20 على 15 يعني 8 ونص. وعندنا سيدي 20 على 20 9 مليون، 20 على 30 ب10 ونص. وعندنا 40 على 20 11 مليون، 50 على 20 13 مليون، وكتبقى 50 على 30 يعني 15 مليون. هادو هما الأثمنة الحالية اللي كاينة في الساعة جوج. وبالنسبة باش لنحيطكم علما يعني بجميع التجزئات، يعني كاين يعني تزايد في الأثمنة ماشي غير في بيكا كارون الساعة جوج كما كنلاحظوا. كاين دابا يعني كاينة أثمنة يعني مبقاش الأثمنة كتقبل العيد. يعني كان الساكن ديك الساعة 25,000 درهم يعني 27,000 درهم. دابا نتوما شفتوا دابا الثمن شحال طلع، يعني بين 30 و 35 السكني. كيف ما يعني لاحظنا في الأثمنة ديال الهناء، نعطي واحد الفكرة يعني باش مبدئيا تكون فكرة على الأثمنة حتى هي اللي كاينة حاليا. كاينة يعني بين 7 مليون و 8 ونص السكني، كان قبل العيد ديك الساعة 5 ونص. عندنا سيدي يعني تجاري مثلا في الشارع 20 يعني كاين دابا حاليا 13 ونص، يعني الأثمنة الحالية. ان شاء الله يعني هذه كبدايه ديالي باش تعرفوا القناه ديالي، حيت القناه الاخرى راه مشات ليا. هذه القناه ديال ياسين الداخله ابتداء ان شاء الله من غدا ان شاء الله غادي نحط لكم يعني كل تجزئه للاثمنه ديالها والمعلومات ديالها ان شاء الله. وبالنسبه يعني الناس اللي بغاو يستثمروا فلوسهم في العقار، يعني كنقول للناس يشريو في هذه الظرفيه هذه قبل ما يتزاد الثمن على هذا. انتم كتعرفوا فاش كدار شي قنصليه في الداخله، يعني كنلاحظوا انتم شوف دابا اسرائيل مازال كاع ما دارت القنصليه في الداخله، يعني كاعتراف ومازال القنصليه الله غادي دار والاثمنه تغيرت. ما بالك الا دارت القنصليه يعني هذا الشيء غادي يكون في تزايد. يعني الناس اللي باغي يستثمروا فلوسهم هذه الوقيته يستثمروا فلوسهم في شي حاجه اللي كتبان لهم مناسبه، يعني الثمن ديالها والتكلفه على الله، قبل ما يتزاد السوق لواحد الدرجه اللي غادي يكون مثلا الثمن غير مناسب. يعني واحد الاثمنه مازال يعني مرفقه، حيت الثمن اصلا راه هو كان قبل غير مع الازمه اللي كانت ديك الساعه قبل العيد. ويعني ديك الساعه شفتوا الاثمنه اللي كانت مع الازمه وهذا. وحتى قطاع الصيد البحري اللي كنا كنشوفوا يعني فيه عراقيل، دابا راه ما شاء الله طلقوا دابا القطاع الصيد البحري، والموسم تا هو ديال الاخطبوط
حتى هو راه خدام حاليا. هادشي كلشي خلى هاد المنتوجات تكون في تصاعد. ولكم مني خالص التحية.